السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الله 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 على الجمال وعلى الأكلة اللي تفتح النفس. أنا عايزة أقول لكم أنا ماسكة نفسي بالعافية وأنا بصور. تعالوا بقى شمروا وكلوا معايا بألف هنا وشفا. كنت اخر فيديو نزلته اللي هو فيديو الروتين اللي فات، وطبعا اخر الفيديو قلت ان انا هعمل سلطة رنجة، ده كان الغدا يوميها يعني. وقلت ان شاء الله علشان الفيديو ما يطولش عليكم هنزل لكم فيديو تاني وفي طريقة عمل سلطة الرنجة. طبعا احنا كلنا شطار وكلنا بنعمل وكلنا ستات بيوت ابطال يعني. فانا حابة اقول لكم طريقتي في سلطة الرنجة وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. يلا بينا. طريقة سهلة وبسيطة وهتطلع معاكي جميلة ان شاء الله. وكمان في متابعة او اخت ليا حبيبتي في التعليقات في الفيديو اللي فات قالت لي انا مستنية طريقة سلطة الرنجة بتاعتك. والله حتى لو واحدة بس هي اللي طلبت مني فانا عينيا ليها. جيبي صينية عادية ايا كان نوعها وتسخنيها كويس جدا على البوتاجاز، ولما تسخن تحسي انها سخنت قوي يعني تبقى حطاها من فترة هتنزلي بالرنجة بتاعتك. طب ليه ننزل بالرنجة بتاعتي وهي سخنة قوي؟ علشان هتشوفي دلوقتي ايه اللي هيحصل. اهو زي ما انتوا شايفين اتحطت على الصينية وهي سخنة اهو زي ما انت شايفة كده معايا. هسيبها على الجنب ده شوية اهو. شايفين الدخان اللي خارج ده؟ هي كده بتتشوي. في ناس بتحطها على عين البوتاجاز على طول، لا انا منصحش بكده. منصحش انها تتعرض للنار مباشرة، وفي نفس الوقت كمان هتخلي ريحة البوتاجاز عندك صعبة، يعني مهما لو غسلتيه هي بتفضل ريحته صعبة معاكي. هقلبها بقى على جميع الجوانب لحد ما تتشوي كلها كويس وخلاص تمام هشيلها. طيب هنا بقى احنا كنا مجهزين شوية خضار كده حلوين. حاولي بقى تنوعي في الخضار علشان تزودي لها القيمة الغذائية، يعني فلفل اخضر على فلفل الوان وعلى بصل. لو انت حباها سبايسي زودي قرنين فلفل شطة. وكمان هنا كنت مجهزة برضو بقدونس وشبت، ودي الطحينة اللي هضيفها عليها. بكون مخففاها بمية سخنة ومعلقة خل والليمون وطبعا الزيت. ويلا بينا نعمل احلى سلطة رنجة. في ناس برضو بتحب تضيف لها الطماطم والخيار، لا بس انا منصحش بكده لان الطماطم والخيار بتزفر معانا، بتديها طعم زفارة. تمام انا هنا كنت مخليها تهدى شوية عشان طبعا كانت نازلة سخنة. وعايزة اقولك بصي هتطلع معاكي بكل سهولة. الجلد بتاعها او القشر بتاعها هيطلع معاكي بكل سهولة ومش هتاخد معاكي اي وقت. زي ما انت شايفة اهي بشيلها بايديا بكل سهولة. انا كنت الاول ما بشوهاش وكنت بعملها على طول، بس كانت بتتعبني جدا لما باجي اخليها. فدلوقتي بقت سهلة جدا اهي زي ما انت شايفة بتطلع معايا وبتتفصص وسهلة جدا اهي زي ما انت شايفة. بخليها بقى كلها وارجع لكم تاني. الله 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 اهي خليت الرنجة كلها زي ما انت شايفة، وحتى كمان الشوك اللي فيها بيطلع بكل سهولة عشان لو الاولاد هياكلوا منها مش هيلاقوا فيها شوك ان شاء الله. هبتدي بقى اقطع الخضار واضيفه ليها. عايزه اقولك سهله جدا ومتاخدش معاكي وقت، واكله كلنا بنحبها. مفيش حد مننا يعني ما يختلفش عليها اتنين ما بيحبهاش. كده قطعت الخضار. قطعي بقى بالطريقه اللي انت عايزاها، عايزاه مكعبات عايزاه شرايح براحتك خالص. هضيف كل حاجه بقى انا قطعتها على الرنجة المخلية. والخضروات اللي بنضيفها ليها كمان غير انها بتخلي طعمها حلو طبعا بتضيف لها قيمة غذائية. حابة بقى تضيفي ليها برضو بقدونس وشبت بتديها طعم حلو قوي. هنا خلاص اهي هقلبها وهنزل كمان بالطحينة على طول. الطحينة دي زي ما قلتلك خففيها، ما تحطيش طحينة خام عليها، خففيها الاول بمية سخنة ومعلقة خل. هقلبها بقى كويس وبعد كده هضيف الليمون. زودي بقى كده كمية الليمون. نعصر بقى الليمون كله اللي معانا. انا هنا كنت عاملة 3 ليمونات كبار، والليمون غالي يا جماعة معرفش ايه اللي حصل. الليمون وصل 30 جنيه دلوقتي.
بعد كده بنزل عليها بشوية كزبرة وزيت، ويا سلام بقى لو ضفتي ليها معلقة زيت زيتون، بس للأسف ما كانش عندي. كمان شوية كمون ومعلقة خل، ممكن كمان تزودي بابريكا وتزودي شطة زي ما انت عايزة تضيفي برضه اهو زي ما انا بقولك شبت وبقدونس براحتك. انا هنا استكفيت بالخضار اللي عليها والحمد لله. نقلبها بقى كويس كده، هي تمام جاهزة معانا على الاكل. وهم هم بألف هنا وشفا. يام يام. بص شكلها بذمتكم بذمتكم مش تفتح النفس. ايه الجمال والحلاوة دي. قدمي بقى معاها بصل اخضر، قدمي معاها خس كابوتشا او خس بلدي زي ما تحبي، قدمي معاها شيبسي او ممكن تحمري جنبها شوية بطاطس. وبألف هنا وشفا على صحتكم. بذمتكم ما تستاهلش دي 1000 لايك. وبعديها بقى كوباية شاي محترمة، والله الله على كده تمام اليوم بتاعنا خلص. وبتمنى بقى من كل مامز شافت الفيديو انها تحط اللايك الجميل بتاعها وتشير على قد ما تقدر. لو انت لسه مش مشتركة تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتدوسي على علامة الكل عشان يوصلك كل جديد.